هي تفويت بعض الأصول والخصاصة ب10 ملايير درهم، ودرنا 5 حتى 6 ملايير درهم ديال هذيك المساهمة التضامنية اللي بون كاين عليها بعض المقالات شفتهم اللي فيهم شيء ما من يعني خصنا نضبطوا الأمور. أولا فيما يخص الشركات فهي هي 2.5% من الربح الصافي ديال سنة 2020. لا ماشي على اللي ديفيدون، على الربح الصافي، على الربح الصافي الشركات. الشركه كتخلص الضريبه على الشركات، ومن بعد في الربح الصافي كتخلص عليه 2.5% الا كانت تربح اقل من 40 مليون درهم. ما بين 5 الا كانت تربح اقل من 5 مليون درهم ما تخلص والو، الا كانت ما بين 45 مليون درهم كتخلص 2.5%، ولا كانت اكثر من 40 مليون درهم غتخلص 3.5%. هذا هو المقترح اللي كاين جا في قانون الماليه. هذا فيما يخص الشركات. فيما يخص الاشخاص الذاتيين قلنا اللي كيربح اقل من 10,000 درهم شهريا صافيه يعني ما غادي يخلصش، ما غاديش يساهم. واللي تربح اكثر من 10,000 درهم غادي يخلص غادي يساهم ب 1.5% من المبلغ الصافي ديالو. 1.5% جات تقريبا من نص نهار في الشهر. هذا هو يعني المقترح. الان راه مشروع قانون واللي يعني محطوط امام الانظار ديالكم، يعني اللي كيربح اكثر من 10,000 درهم شهريا يخلص 1.5% من الاجر الصافي ديالو. اذا كنا كنتحدثوا على الاجراء كنا كنتحدثوا على واحد اخرين الى اخره. وبالتالي انا كشفت بعض يعني التعليقات ديال انك كتربح 4,000 درهم وانا غادي ياخذوا لي الفلوس، غير معني. خص الناس نوضحوا لهم بانه اللي تيربح اقل من 10,000 درهم ما غادي يخلص حتى حاجه. هذا هو المقترح اللي جبناه الى حد الان. اذا حنا كنعتبروا بان يعني هذا المقترح جاء من منظور ومن نقاش اذا سمحتوا السيدات والساده النواب المحترمون، الى من نقاش كان هنا في هذه القاعه ديال بان هذه المرحله او هذه الظرفيه الاستثنائيه خصها واحد اجراء تضامني. بالطبع اجراء تضامني يمكن يكون عنده بزاف ديال الاشكال، وهذه طريقه من الطرق اللي يعني احنا جبناها في هذا مشروع قانون الماليه لمساهمه الجميع، على كل على قدر استطاعته. واللي عنده اقل من 10,000 درهم صافيه ما غاديش يكون معني. اذا هذا هو فيما يخص. اذا عندنا ملي كنجمعوا هذا الشيء هذا كيعطينا حوالي 30 مليار ديال الدرهم. هاد 3 ديال التدابير اللي كتنقص من الاحتياجات او العجز الميزانيه، وبالتالي تيبقى عندنا 6.5% ديال العجز الميزانيه اللي منتظر او متوقع في سنه 2021.